قال صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وصية حبيبك النبي كلها تنبيه وتحذير من الشماتة في أي إنسان مهما كان اللي بينك وبينه. اوعى تشمت في مصايب الناس أو تشمت في عيوبهم أو نواقصهم، لأن ممكن ربنا يرحمهم ويبتليك باللي عندهم، وفي الوقت ده محدش هيندم غيرك. حبيبك النبي بيوضح لك إن ربك يمهل ولا يهمل، وكما تدين تدان. ربك مش هيسيب عباده أبدا يهانوا من غير ما يجيب لهم حقهم. علشان كده خلي بالك من كلامك وأفعالك، علشان هتاخد لفة ورجعلك. ولما تشوف حد مبتلى أو في مصيبة، قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، وادعي له: اللهم اعف عنه، اللهم ارفع عنه.